طيب، من الأسئلة أيضا المثارة، هل صحيح البعض بيروج أن السلفيين لم يشاركوا في الاستفتاء بما فيهم الذين ينتمون لحزب النور؟ يعني عاوزين يقولوا أنه حزب النور خدعنا، تحمس للدستور ولكنه لم يشارك. هل تعتقد بصحة ذلك؟ لا، أنا لا أعتقد بصحة ذلك، بس أنا عايز أوضح حاجة. السلفيين، حزب النور لا يستطيع أن يتحكم في التيار السلفي في مصر كله، وقدرة حزب النور على التحكم في التيار السلفي محدودة جدا. هناك مجموعة من المشايخ السلفيين الذين يثق فيهم التيار السلفي في مصر. أما حزب النور قدرته على التحكم في التيار السلفي فهي قدرة محدودة. الحزب النور قام بدور وطني عظيم جدا في لجنة ال50، وقام بدور وطني عظيم جدا بعد إقرار الدستور، بعد الانتهاء من صناعة الدستور. ولولا دفاع حزب النور عن الدستور بأن هذا الدستور لا يوجد به نص واحد يخالف الشريعة الإسلامية لعجزنا جميعا كأحزاب مدنية عن توضيح هذا الأمر للمواطنين البسطاء. فحزب النور سواء شارك بأعداده، لكن يكفي أنه من خلال لقاءاته ومؤتمراته واللي عقدها كان دائما ما يدافع عن أن هذا الدستور لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ودي النقطة اللي كنا كلنا نحتاج لها، وما كانش حد فينا يقدر يدافع بقدر كلمة واحدة تقال من في ظل حملات تحاول أن تشوه الدستور وتقول أنه يعتدي على الشريعة الإسلامية ودستور الملحدين. بالضبط كده. فالحقيقة يعني هذا دور لابد أن نشكر جميعا حزب النور عليه. وبصراحة أنا ضد الحملة التي يعني تروج ضده. يعني يكفي ما يراه من جماعة دعم أو تحالف الشرعية، يكفي ما يراه من هجوم وتجريح واعتداء على قياداته في مؤتمراتهم ولقاءاتهم. ويعني في قائمة، على فكرة في قائمة اغتيالات أنا نمرة 1 في الأحزاب السياسية وراء الدكتور يونس مخيون على طول رئيس حزب النور. يعني في الأحزاب السياسية السيد البدوي رئيس حزب النور، بعدين نمرة 2 دكتور يونس مخيون رئيس حزب النور. فمعنى هذا أن يعني أنهم أيضا مستهدفون ويدفعون ثمنا. بالضبط كده.